من هو مارادونا الرجاء البيضاوي؟ ابن فريق الرجاء البيضاوي الذي بدأ في فريق الشبان عام 2004 إلى حد 2006، حيث تم تصعيده ومنح فرصة للمشاركة في الدقائق الأخيرة للموسم مع فريق الرجاء البيضاوي قبل أن يعار لفريق اتحاد شباب توارقة. يعود متولي لفريق الرجاء البيضاوي ويفوز ببطولتين مغربيتين عام 2008 و2010، ويثبت عن جدارة موهبة وشخصية قوية رفقة النسور، ويعار للبطولة الإماراتية ثم يعود للبطولة المغربية ليخلق ويصنع تاريخا كبيرا. بعد لقب ثالث له بالبطولة المغربية، يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في إنجاز لم يسبق له مثيل بتاريخ الأندية العربية بأكملها. بعد إنجاز المونديال ينتقل محسن متولي إلى البطولتين الإماراتية والقطرية، حيث عرفت البطولات العربية الأسيوية متعة وإنجازات ومهارات اللاعب المغربي. ويعود الابن لفريقه الأم عام 2019، حيث فاز أيضا ببطولته المغربية الرابعة وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ولولا جائحة كورونا ليمكن رأينا مارادونا الرجاء والفريق الأخضر حاملين للقب الإفريقي الغالي في تلك السنة. متولي شارك في 300 مباراة مع فريق الرجاء الرياضي، سجل أكثر من 70 هدفا، فاز ب4 بطولات مغربية، كأس عرش، كونفدرالية إفريقية، وكأس العرب. محسن متولي أسطورة لن ينساها أي رجاوي، وستبقى محفورة في تاريخ البطولة والكرة المغربية. ولا تنسوا متابعة زياد بن يوسف.